تعالوا نعمل أنا وياكم أطيب ترند زعتر بطريقة كتير مميزة وبسيطة، ومع كاسة الشاي راح تروقوا عليها. ويلا نبلش بطريقة التحضير. اليوم إن شاء الله راح نعمل معكم ترند الزعتر. أول إشي راح أضيف 3 ملاعق كبار من الزعتر. طبعا هالترند وصفة رائعة جدا. وعندي معلقتين من زيت الزيتون، راح أضيف عليهم 2 بيض. أضيف رشة بسيطة من الملح. راح أخلط المكونات. هلا عندي مقلاية، راح أضيف زيت الزيتون وهون صار حامي مع المقلاي. هلا راح أغطيها وأتركها على نار هادية لحتى تنشف معي وتاخذ مجالها بالاستواء. هلا هون عندي استوت، أمورها صارت تمام. راح أضيف عليها جبنة موزاريلا. طبعا كسر الوصفة معها زاكي الجبنة. هلا هيك عندي كفاية. راح استنى على الجبنة شوي تذوب. هلا أغطيها مدة دقيقتين بس مش أكتر، وبعدين راح أورجيكم كيف راح نقدمها. هلا صارت عندي جاهزة. راح أضيف شرائح من البندورة. طبعا هاي اختياري حسب رغبتكم، لكن أنا راح أضيف. وهلا راح أقلبها معكم على الوجه الثاني زي هيك. شوفوا ما شاء الله لذيذ. يلا أشوفكم بطريقة التقديم. طبعا ما أوصف لكم، هاي الوصفة من أروع الوصفات اللي أنا عملتها، ترند الزعتر. طبعا بدها كاسة شاي، النعناعات، وهيك وصفتي صارت معكم جاهزة لليوم. ترند الزعتر مع الجبنة. بتمنى هالوصفة تكون عجبتكم، تكون على ذوقكم. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك، على الانستغرام، تيك توك، ويوتيوب. بتمنى أشوفكم بفيديو جديد بوصفة جديدة، ويعطيكم العافية. بس راح قبل ما أختم معكم الفيديو راح أقطعها معكم وأورجيكم كيف منظرها معي من جوا. وصفة سهلة وسريعة للفطور، بتجنن للعشاء، ولا أروع من هيك. شايفين ما شاء الله معي قوامها. بتمنى انكم تجربوها وقولوا لي رأيكم بالتعليقات، واشوفكم بفيديو جديد بوصفة جديدة. يعطيكم العافية.